سلام البنات، صباح النور، صباح الخير. جبت لكم الغرس اللي قلت لكم نعطيه لكم كي يجي طري في المقروض. دركا هاو بعد ما ريحيناه، هاو يابس كيما جبناه من الريحه، ما درنا له والو. درك نلوحولو. بسم الله والصلاه والسلام عليك يا رسول الله. درك نلوحولو الزيت، انا ما نديرش الزبده ولا زهر والو، ندير الزيت. نلوحولو قرفه وقرنفل ها مخلطين، واللي تحب دير جيجلانيه ولا كاوكاو هذه حاجه اختيار يرجع ليها. دركا هنا درت الاخر ونزيدوا له الحاجه اللي طريه. ها وما تخافوش، ما تقولوش هكا فسد، ما يجيش يفسدنا المقروض. هذه راهي خدمتي تاع خبره قداه سنه، انا ماهيش درتها نهار ولا فسد ولا راني طول عمري والله العلي العظيم غير عطيت لكم الحاجه اللي نخدم بها. خاطر قداه وحده تقول لي الغرس ندي مقروض من عندك يجي طري على كل ياورت واش ديري فيه، ووعدت نفسي انه نعطي لهم السر. خاطر القسم من عند ربي، ماشي واحد كي نعت حاجه صدقه لله يتقطع قصبه. ها شوفوا المقام وين يوصل بالذات حال. ها هو الا كان درتوه مش كيما هكا ها ما يجيكمش طري. ها دركا هو يبان لكم باللي مخلط بالماء والزيت، ماهوش صالح للمقروض. اكيد كي تلوحوا كيما هكا راح يدخل لكم مع العجينه يولي رفيس، ما يوليش. ها شوفوا مليح يولي كيما هكا. ها دركا نحكمو نديرو الماء في يدينا. ندهنو يدينا بالماء. ها تحطوه بالعقل تعدلوه. من بعد كي يجي يبرد اللحوف المجمد تقدروا تعدلوا البوده تاعكم تاع الغرس كيما تبغاو. دركا لوحوه لما روحوا خاطر مسائي ما تقدروش، والماء طول حداكم دافي تلوحوا فيه يديكم وتعدلوا. هذا ها هو دوك نعطيلكم ليه في شاشه. شوفوا البنات، ها والغرس اللي حطيته والله هذا هو اللي خدمته. نعطيه لكم لحدو في المجمد. بعد ما يولي في المجمد ماهيش يولي خلاص كيما اللحم كي نلوحوه يولي حجره، لازم يبقى هك شويه كيما رحيناه. ها دركا تقدروا تخدموا به كما تبغاو. كي تلوحوه في المقروض من بعد يطيب يوليكم زبده او ما يخرجش على ضمانتي. وش هو البراج راه ما يليقش هذه الطريقه، هذه راه ما تليقش البراج، يصح لكم الغرس في الطاجين. بصح المقروض اللي بغات تخدم على ضمانتي وتدعي لي دعوه الخير. هذه خدمتي راهي مهنه 30 سنه. هاي 3 كيلات دقيق. الدقيق باش يكون نفهمكم على الدقيق، انا راني ما نديرش بدقيق باين. المهم ما يكونش فيه النخاله وما يكونش فيه الدقاق. الباقي اي دقيق نخدم به، اي دقيق نخدم به، المهم ما يكونش فيه نخاله ودقاق بزاف، هذاك ما يجيكمش مليح. دروكا نديرو درنا 3 كيلات، دروكا كيله نتاع بسوس سمن وزبده مخلطين. انا نحب في داري الحق ندير هكا. تجي وحده تحب تخدم وتقول لي ما عنديش ما قدر ظروفها، ندير لها بالسمن ما نخلطش الزبده. بسم الله. هو الفكره تاع المقروض كامل هنا في هذا التخلاط. كي تخلطيه مليح وتمحقيه مليح ويولي يتبدل الزيت تاعو ويولي كريمه، ثم يولي يعود لك مقروض كي ناجح. الا درتيه ويبقى حرش الدقيق وما تدخلش فيه السمن مليح ما يجيكش مقروض كي ناجح. المقروض عنده زوز وسائل، عنده الغرس كي تخدم طري، وعنده دقيق كي تخدم من هنا، ويتخدم على زوج مراحل. كاينه وحده تهز لك المقروض تحكم تلوح لك الماء فرد مره تسقيه، من بعد تجي تخدم يدير لها يبسلها. كي يبسلها واش دير؟ تهز الماء وتبدا تدردر وتزيد في الماء ولا كسره صاي. المقروض هذاك تاع 400 و500 الف وهذاك راح ولا كسره. لازم المقروض ركزوا هاوكش تخدم على زوج مراحل. من بعد لو كان تخدمي حتى 3 بلاوات ترنخيهم مع بعضها ما تزيديلوش الماء. كاينه وحده تقول لك مقروض فسد لي ودقيق يابس، تحكم ترنخوه على الاول فرد مره وتخليه تجي تخدم توصل تلقاه شرب الماء هذاك تبدا تلوح في الماء.
لازم تدولو على الاقل 24 دقيقه في التخلاط باش تروحوا تخلطوه كيما هكا وتروحوا من بعد تقولوا ما صلحش. لا لا يا البنات كل ساهل، وش هو الاراده فرات. الاراده تخدموا حاجه كيما هك الكيله هذه دير لكم صينيه تاع فور، الصينيه تاع الفور هذه دير لكم 3 جموع، وانتم عقبتوا ضقافكم ولا عيدكم. خير ما الواحد يضل كل برا كلشي درك غالي وظروف الدنيا. ها كيف تولي العجينه. ها ها شوفوا مليح كانه معجون، كانه معجون بالماء بكلشي تاعو بس منه الزبده. هذه الطريقه هذه راهي تخرج لكم ناجحه. مش المهم تلم لكم في يدكم تبان لكم تلمت، لا لازم تولي هيك بعد كانها معجونه، كانها معجونه بالماء سائله. دوكا ندير لها شويه ملح، الملح ما نكثروش خاطر كميه صغيره ماشي. ها هكا رشه برك. من بعد واش نديرو نحكمو مزهر. انا مزهر تاعي الامانه راني ندير فيه ليكستري مزهر خاطر مهرومه، انا ما يقنعنيش انه يجيني الريحه في المقروض. نزيد فيه ليكستري السائل تيباو يتباع ب20,000، تخلطو مع قرعه مزهر كبيره ونخدم به. ما نبلوش بزاف درك هك برك هك. هذه المرحله تنجع لكم المقروض، نبلو هكا برك ونلموه. من بعد درك نعاود نرجع لكم نقول لكم كيفاش تحلوه تسقيوه فرد مره باش تخدموه. ها هكا قطره في نخلطوه نلموه من بعد نعاودوه. دركا هاو عنده ساعه ملي حطيته يشرب الماء زهر اللي درت له نهار الاول ماء زهر وليكستري. نديروا له خفافي. سمعوا مليح باش تديو المقادير من بعد ما تغلطوش ومن بعد تقولوا هي الاخر تاعها ما صلحش. شوفوا درك كيشرب الماء كشنا نرجعوه يولي دقيق كيما نهار الاول. ها ماهيش يجيك عجينه من بعد تولي تزيدي له الماء، لازم يرجع دقيق. ها نفتلوه. ها شرب الماء دوك شويه ساعه، والدقيق لا حرش كيما تحموله متوسط او حرش شويه. لازم تمرخوه على الاقل 8 يبقى لكم للوحده الطريقه هذه. ومن بعد زيدوا له الماء. الدقيق تاع موله ولا تاع صباكم خشان. الدقيق هذا درت به دركا ولويزه رقيق نورمال عطيت له ساعه هاو ترى خدا وقته الكافي. دوك الطريقه هذه اللي ديروها هكا. من بعد مقروضكم لو كان ديروا 2 بلاوات تنخوهم مع بعضهم، من بعد تخدموهم بكل حريه، ما يبسوا لكم، ما يتحل الدقيق، ما يتشقخ. على بالك لو كان تبلوه نهار الاول مليح وتحطوه تجيو تعاودوا ديروا به تلقوه تعاودوه على في الدفعه تشمخوه تجيو ديروا به يبس. من بعد زيدوا الماء تسمى راح. دركا ها ولا ها شوفوا مليح شغل بربوشه. ها دركا نزيدوا له شويه ما زهر برك ماشي ليكستري. انا نحب مقروضي يكون قباله بالنكهه تاع ما زهر قباله ينحي الدمار. ها ونديروا له الماء. ها والماء نلوحو بالعقل ماشي نسربيو خاص يولي. ها ونورمال كي تفوتوا تنخوه الدفعه الاولى وتعدلوه مليح، المره الثانيه ما تخافوش ديروا له الماء شمخوه. ها حطوه يشرب ثاني شويه الماء هذا على الاقل 4 دراج. ومن بعد رجعوا له. تلقاوه لم روحو تعدل. ديروا فيه الاخر البوده تاعكم وديروا الغرس. كنا نعطي لكم كي يجي يشرب شويه ونرجع معاكم. دركا ها بعد ما المرحله الثانيه هاو لم روحو بس خشتوه كش كان ندردر. ها دركا نخلطوه ندخلوه شويه هك برك. انا مقروض يعني نورمال نعجنو كانه كسره ويجي لاباس عليه اللي داوها ويعرفوه. بالنسبه للغرس اخواتي اللي قلت لكم ديروا الغرس تاع الفرجيدار، باش اللي نسيت نقول لكم على الفكره المهمه. الغرس كي ديروه حرابشو تلوحوه دبودات في الفرجيدار. كي اجبدوا بالواحد ما تجبدوش وتحطوه من بعد يولي تقروح يولي لكم كيما كان على الاول. اسمع زيرو خلوه في الفرجيدار. كل ما تحبوا ديروا بوده اجبدوا من الفرجيدار. ها الغرس اللي كنا درناه ولا سائل خلاص. دوك اللي حناه في المجمد ها وماهوش بارد اللي تقولوا غير جامد وجعنا ولا نورمال. انا طول عمري نخدم به هيك. ها السائل هذاك اللي كان خلاص سائل كانه عصيده ها ولا لاباس عليه. ما تجبدوش كامل وتخدموا
الا جبتوه كامل راني قلت لكم يذوب يولي سائل، يفزت لكم المقروض تسمى هكا. ها مام حتى كانت العجينه مضرضره شويه لمها لكم الغرس هذاك اللي يكون في الفريجيدير، تكون العجينه مثلا جرى لكم الماء هكا جات شويه يلمها لكم. ها الغرس اللي كان في الفريجيدير قبل اللي يظهر لكم كانه لعبه ماهوش راح نخدموا به. ها انا هذه الحاجه هذه التدبيره هذه طول عمري نخدم بها ما شاء الله تبارك الرحمن. يجي الغرس كي الزبده يجي بنين، وزيدي له لك السري تاع ما زهر ومع الجلانيه. الله الله. هو لو كان المقروض يجي تاع كنزه ونتاع موله يجي روعه، سيرتو تاع كنزه. وشي هو التجاره تاع كنزه 12000 الكيلو، واش راح تخدمي؟ تكون وحده ظروفها تعبه ما تقدرش تخدمي لها بلاطه ب 450 ولا ب 500 ولا. دوكا تبعي هذا الكليو مساك اللي كل واحد على حسب مقدورو، دير زوج بلاطوات مليون ما تقدرلش. دوكا تبعي المقدور تاع الكليو اللي يجيوك. لازم كيما تاع الويزه هكا هاو مليح تخدمي لهم تسعديهم 360 البلا، تدي دير ضيافها ودي تفرح بنتها وربي يفرحنا الكل، ولا ولدها وربي يفرحنا الكل. هذا نقاش هذا ها غونفلي يحبوه دوك الناس الكل. وش هو النقاش الرسمي اللي نخدموا به هذا؟ انا هذا النقاش هذا اللي يقنعني. ها تمعسوا تضغطوا بالعقل، وكي تضغطوا في نفس الوقت لموا هاد الحواشي يرجعوا يدخلوا. ماهوش تضغطوا على النقاش وتهزوا وتخليوا هذاك الحواشي فايضين، لا تضغطوا. ها خرجوا الحواشي نرجعوا نلموهم. ها سيرتو كيعود نقاش تاع اللوح. ها تضغطوا وتلموا، ما قدرتش تلموا بيديكم لموا بالنقاش هكا صاي. ها يجي مطبوع ويجي ما فيه حتى. ها الله يبارك. وكل سهله البنات ديروا الاراده وخدموا نورمال. فزت لكم سينيه مش اخر الدنيا نورمال تعاودوها. احنا كبار وساعات تزدنا وما كان والو. كي الموس كي نحبوا نقصوا موش نجيبوا الموس برك ونبداو. لا باش تجيك لها الحاشيه الفرن تاعها مليح. نقاش هذا زي وهذا زي على هذاك شاو داروا. من بعد نرجعوا كي نقصوه نزيدو نديروا له هكا خفافي. هذا ما نديرولوش، هذا نديروا النقاش تاعو. ها نجيبوا بالعقل، ما تقيسوش هذيك الرخامه ولا طابله بالموس تجرحوها، لا هكا بس. والمقروض الناجح راني قلت لكم مهما درتوا الدقيق ان شاء الله ما نتاع واش كاين، بلا المرحله الاولى هذيك اللي يترنخ بالشيوح يجي شايح ومن بعد تحلوه وتعاودوه راه ما يجيكش مقروض قد. انا خاطر وحده قداه الاخوات درت لهم عراس وكي رحت عندهم قالوا لي نعطينا هذا المقروض. ها هو كي جا الغرس تاعو، شوفوا الطابع هذا هو الطابع يعني الله الله. ها الغرس ثاني الغرس لازم الغرس كله نسيت نقول لكم على المقادير تاع الغرس. كان بعض الاخوات يقولوا لك نديروا 3 كيلو غرس وينقصوا منهم العلف تسمى يوليو 2 كيلو ونص. لا احنا نديروا 3 كيلو غرس ونص باش العلف هذوك يخرجوا يبقاو 3 كيلو نفسهم. يجي الغرس مشارجي حتى كي دير وحده الغرس ما كانش ما تليقش. وسيرتو الخدمه وحده تجيبك صباردها تشوف ومن بعد نديروا لها المقروض فارغ، هذه ما تليقش. تحطي البلاطو تاع المقروض الكبير باش نفكر الاخوات اللي تحب دير مثلا زواج تاع ولادها ولا بناتها وتشوف واش يكفي لها على حسب الجموع. راهو يهز 180 كعبه. هذه الكعبه على حسب المراه اللي تخدم، كاينه كبيره وكاينه صغيره. هو راهو يهز 190 وشي وحنا نقولوا 180 170 باش اللي تحب دير مناسبه تشوف قداه يخرج لها. ونرجع البنات هاو كمل المقروض. نشربنا وياكم قهوه معاه بالصحه والهنا. وشي هو اللي ملهوفه شويلاتي ما نقدرش نحط لكم قهوه ونضايفكم. هاو المقروض شوفوه، شوفوا الغرس ما خرج.
ها زبده، تاكلوا بالصحه والهنا. المره الجايه ان شاء الله نحط قهوه نعرفكم عليه ونتقهواو قباله.